بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين في سلسلة رحلة النجاح اليومية، وده الفيديو رقم 2. الهدف من السلسلة دي ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نكون اشخاص ناجحين، وازاي ننجز المهام بتاعتنا بشكل افضل، عن طريق ان احنا نقول النصايح ونقول ازاي نطبق النصايح دي بشكل علمي، ونشوف ايه الكتب اللي هتساعدنا ان احنا نفهم النصايح والمبادئ دي بشكل كويس. الفيديو التاني بعنوان تحديد الهدف هو الخطوة الأولى نحو التغيير، وهنطبق النقطة دي ب5 خطوات. النقطة الأولى فيهم إن إحنا نكتب الأهداف بتاعتنا. لما أهدافك تبقى واضحة وتكتب الأهداف دي، الكلام ده بيساعدك إن أنت يكون عندك مسار للعمل، مطالب أنت كل يوم إن أنت تنجز منه حاجة عشان توصل للهدف بتاعك. زي تشيك ليست كده، كل ما تخلص حاجة بتعلم عليها إن أنت خلصتها. دراسة في جامعة كاليفورنيا بتقول إن 42% من الناس اللي بتكتب أهدافها بتوصل للأهداف بتاعتها بشكل ناجح وبشكل ممتاز. فأنت متخيل مجرد إن أنت تكتب الأهداف بتاعتك، أنت ضمنت نسبة 42% ان انت ان شاء الله بإذن الله هتحقق الهدف ده. فانت حاول تقيم نفسك بشكل كويس، وتحدد ايه المهارات اللي انت محتاجها عشان توصل لهدفك، واكتب الحاجات دي في ورقة عشان تقدر ان شاء الله بإذن الله تحققها. الكتاب اللي هيساعدنا في فهم النقطة دي كتاب اسمه The Power of Now. هنقرا الكتاب ده مع بعض، وان شاء الله هنشوف هنقدر نستفيد منه في تحقيق النقطة دي ازاي. الخطوة التانية وضع الأهداف المحفزة وليس فقط الواضح. لما تيجي تكتب الهدف بتاعك، خلي الهدف بتاعك كده يكون مشتعل، حاجة تكون مثيرة، حاجة تخليك متحمس طول الوقت ان انت عايز توصل لهدفك. ما يبقاش الهدف ساذج وواضح. يعني مثلا ما تخليش هدفك انا عايز اتعلم انجليزي. ده مش هو هدف بس مش هيحمسك، مفيش دافع يخليك متحمس للحاجة دي. انما مثلا خلي الهدف بتاعك والله لا، ده انا عايز ان انا اتكلم انجليزي زي الاجنبي، ده انا عايز اوصل لدرجة مثلا 7 في الايلتس ايا كان يعني، او 8، يعني مع ان 7 دي حاجة كويسة، بس يعني 8 او 9 لا ان شاء الله. فلما يكون الهدف بتاعك حاجة مثيرة كده وحاجة شيقة، هيساعدك دايما ان انت يعني تكون متحمس دايما في تحقيق الهدف ده. والكتاب اللي هيساعدنا في فهم النقطة دي كتاب اسمه درايف لدانيال بينك. كتاب بيورينا ان الاهداف المحفزة بتخلي الواحد عنده اداء عالي ومستمر ان هو يحقق الاهداف دي. ان شاء الله هنقراه مع بعض ونشوف ازاي نقدر نحقق النقطة دي بإذن الله. الخطوة الثالثة التأكد من توافق الهدف مع القيم الشخصية. للأسف في ناس بتتبنى أهداف ناس تانية لمجرد التقليد، هو عايز يوصل لنفس الهدف بلا ترابط بين الهدف ده وقيمه الذاتية أو قيمه الشخصية اللي هي جواه أساسا، وبالتالي هو مش هيحقق الهدف ده وهيكون بيضيع وقته. فأنت حاول دايما الهدف اللي انت عايز توصل له يكون مرتبط بالقيم الشخصية بتاعتك والقيم اللي جواك اللي انت اتربيت عليها. ما تكونش بتتبنى اهداف ناس تانية وعشان هم نجحوا او لأيا كان السبب انت عايز تعمل الهدف بتاعهم وخلاص. والكتاب اللي هيساعدنا في فهم النقطة دي كتاب اسمه The Seven Habits of Highly Effective People. كتاب بيوضح قد ايه الترابط ما بين الأهداف والقيم الشخصية أو القيم بتاعت البني آدم الداخلية بتأدي في النهاية لحياة متوازنة وحياة مرضية للبني آدم، حتى لما يحقق الهدف ده إن شاء الله بإذن الله. هنقرأ الكتاب مع بعض ونشوف ازاي نقدر نستفيد من النقطة دي بإذن الله. الخطوة الرابعة تحديد العواقب والنتائج المحتملة. مفيش أي هدف أو مفيش أي طريق بتسعى فيه ما بيكونش ليه عواقب أو تبعيات ممكن تأثر عليك بالسلب. قبل ما تمشي في الطريق حاول على قد ما تقدر تجمع ايه العواقب اللي موجودة في الطريق دي، وايه النتائج السلبية اللي ممكن تعود عليك. مش كل حاجة هناخدها في الطريق دي هتكون كويسة، ممكن هنضحي بحاجات واحنا ماشيين في الطريق ده مقابل ان احنا نوصل لهدفنا ان شاء الله. تحضيرك للتحديات والعقبات اللي انت ممكن تقابلها بيديك زي صبر كده لما تقابل التحديات دي فعلا في طريقك لتحقيق الهدف السامي اللي انت عايز توصل له. بيديك زي صبر كده ويقين ان ربنا ان شاء الله هيعوضك خير في الطريق اللي انت ماشي فيه ان شاء الله بإذن الله. الكتاب اللي هيساعدنا في فهم النقطة دي كتاب اسمه جريد لأنجيلا داك وورث. الكتاب ده هيساعدنا ازاي نفهم ان بالصبر والمثابرة واحنا بنسعى في تحقيق الهدف بتاعنا هيساعدنا ان احنا ننجح في تحقيق الهدف بتاعنا ان شاء الله بإذن الله. هنقرا الكتاب ده مع بعض برضه ونشوف بإذن الله نقدر نطبق النقطة دي ازاي. الخطوة الخامسة والأخيرة هو استخدام التصور العكسي في الأهداف. يعني أنت تتخيل نفسك أن أنت أوريدي حققت الهدف، وحاليا أنت بتجني ثمار مثلا
النجاح اللي انت حققته في الهدف ده. زي مثلا لو حد مثلا في ثانوي وعايز ان هو يبقى دكتور، او عايز ان هو مثلا يبقى مهندس بترول، فهو يتخيل نفسه ان هو اوريدي مهندس بترول، يحس الشعور ده جواه، يشوف ده كده جواه احساسه عامل ازاي. ده برضه هيحمسه ان هو يفضل يسعى في طريق تحقيق الهدف ده ان شاء الله. والكتاب اللي هيساعدنا في فهم النقطة دي كتاب اسمه ذا سيكريت لروندا بايرن. الكتاب ده هيساعدنا ازاي نستخدم التصور العكسي في تحقيق الأهداف بتاعتنا. وبكده نكون خلصنا النقطة التانية، وهي تحديد الهدف، وهو الخطوة الأولى نحو التغيير. والكلام ده قسمناه ل5 خطوات مهمين. أول خطوة فيهم كتابة الأهداف وتقييم ذاتك وتحديد المهارات الحالية. الخطوة التانية وضع الأهداف المحفزة وليس فقط الواضح. والخطوة الثالثة التأكد من إن الهدف ده بيتوافق مع القيم الشخصية بتاعتك. والخطوة الرابعة تحديد العواقب والتحديات المحتملة. والخطوة الخامسة والأخيرة استخدام التصور العكسي في تحقيق الأهداف. وبكده نكون خلصنا الفيديو رقم 2 في السلسلة دي. أشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.